دايما بنقول I want to eat و I enjoy reading، بس محدش بيقول I want eating أو I enjoy to read. ليه بقى؟ في الفيديو بتاع النهارده هنتعرف على الافعال اللي بيجي وراها جيرند، والافعال اللي بيجي وراها تو انفينيتيف، والافعال اللي ممكن يجي وراها الاثنين هل المعنى مختلف ولا لا. كل ده هتعرفه في فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا انجليزي اللي مهتمة بتعليم اللغة الانجليزية من البداية عن طريق فيديوهات سهلة وبسيطة. والنهاردة ان شاء الله معانا درس مهم جدا 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 هتتعرض ليه في كل حاجة تقريبا في حياتك، اللي هو استخدام الافعال اللي بيجي وراها جيرند او تو الانفينيتيف. والدرس ده موجود عندنا في الصف الاول الثانوي وكمان في الصف الثالث الثانوي، فلو انت ذاكرته كويس جدا في اولى ثانوي هترتاح جدا في ثانيه وثالثه ثانوي، لان اتعرض ليه كتير جدا حتى في النوتس اللي مش موجوده حتى في دروس الجرامر. ولو انت مش طالب في المرحله